بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد أنعم الله علينا جميعا كما قال فينا حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فمن أصابته نفحة من نفحات ربي سعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا. رحل من رحل وبقي من بقي. نحن على أعتاب شهر كريم، ونحن في استقبال شهر القرآن والنفحات. رسالة إلى قاطع صلة الأرحام، ورسالة إلى من لا يذهب إلى إخواته جميعا. جاءت عليك أيام بها نفحات، فاصطلح بها مع رب الأرض والسماوات. اللي مزعل خواته دلوقتي يلحق يصالح ويستقم مع المولى تبارك وتعالى. اي انسان قاطع صلة الارحام ما تستناش لما يجي رمضان وتقول ده شهر التسامح. ربما لا يأتي عليك رمضان، وربما لن تستطيع ان تصوم للواحد الديان، لان الموت ليس فيه استئذان. يهبط عليك ملك الموت فجأة ودون انذار ودون قبول للاعذار، لان هذا هو ما قاله ربي العزيز الغفار: فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فدي رسالة باللغة العامية. ما ينفعش تكون صايم، وما ينفعش تقرأ القرآن، وما ينفعش تصلي القيام وانت قاطع لصلة الارحام. ما ينفعش حضرتك تبقى في بيت انت واخواتك وما بتكلموش بعض. ما ينفعش اختك من السنة للسنة ما تدخلش عليها. عاوز ربنا يرفع قدرك ويرزقك من حيث لا تحتسب، ويستجيب الله لدعواك. صل الارحام تجد ربي يعطيك ما تتمنى وفوق ما تتمنى. ما تقوليش ده انا لسه هصطلح. جماعة اللي ما بيصلوش ويقول لك احنا هنستقم من اول رمضان، هو حضرتك معاك التوكيل الرباني انك هتستقبل رمضان وهتعيش لرمضان؟ هو سيادتك معاك الختم المحمدي بان الله سيتوب عليك بعد الممات؟ استقم قبل فوات الاوان. ما تقوليش بكرة، ربما لا يأتي عليك الغد. محدش ضامن عمره، محدش عارف الاجل بتاعه واللحظة امتى، محدش عارف هيموت امتى. بادر من هذه اللحظة، وان كنت مقصر استقم مع الله وقول له هصطلح في اللي فات وهستقم في اللي جاي. يقوم رب العباد يقول لك: وانا تقبلتك لانني انا الغفور الرحيم. وانا قبلتك لانني انا الغفور الرحيم. لازم نسامح بعض ونرجع. سيدنا الامام علي ابن عم حضر سيدنا النبي محمد، والذي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حينما يصل ابن ادم الى سن 40 ودى الاشد، حتى اذا بلغ اشده واستوى. الاستواء على 40 سنة. يقول حضرة النبي: اذا وصل العبد 40 عاما، يوصل 40 سنة، يأتي ربنا بيد القدرة ويمسح على وجه هذا العبد
ويقول له ألا يستحق أو لم يأتي الأوان أن يستحي هذا العبد من العليم العلام؟ مفيش كده بقى يخلي عندك وتستقم. لا، ده سيدنا المصطفى قال كلمة جميلة، قال إذا وصل العبد 40 سنة عافاه الله من البلايا الثلاث. بس ده بإيه؟ هوصل 40 سنة وانا ما بكلمش حد، ما ينفعش. هوصل 40 سنة وانا ما سجدت السجدة واحدة لله، يبقى بره الموضوع اللي هنتكلم فيه. 40 سنة وقطع صلة الارحام، اقول لك لا، ليه؟ بعد ما توحد الله. لان ربي تبارك وتعالى يقول اذا بلغ عبدي 40 سنة عفيته من البلايا الثلاث، من الجنون والجذام والبرص. لما يوصل 40 سنة وهو مستقيم مع الله، اول ما يتم 40 سنة قال ربنا عافيته من البلايا الثلاث، من الجنون والجذام والبرص. واذا وصل عبدي 50 سنة حببت اليه الانابة. واذا وصل عبدي 60 سنة احببته للملائكة. واذا وصل عبدي ارذل العمر القيت سيئاته وكتبت حسناته وشفع. يعني ايه وشفع؟ يعني ان عمل اي معصية ربنا ما يكتبهاش له. ليه؟ لانه خد بالك تاني، عشان الناس ما يخرجش عليها الامر، عشان ماشي مستقيم مع الله. يقوم لما يجي في ارذل العمر، وفي مقول الامام علي كرم الله وجهه قال لك اذا استقام العبد مع ربه ووصل الى ارذل العمر، لو حتى هو اذنب ذنبا بدون قصد لم يكتبه الله، لانه اصبح ضيفا على ارض الذي لا يغفل ولا ينام. خيركم من طال عمره وحسن عمله. انما المصيبة الطمة يبقى عندك 60 وعندك 70 وعندك 80 وعندك 90 سنة ولم تسجد سجدة واحدة لله. فجاء القرآن يقول وما يغني عنه ماله اذا تردى. هيعمل له ايه المال؟ لا نفع مال ولا زوجة ولا اب ولا ام ولا ابناء. لان ربي حكم القضية فقال يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم. عاوزك تاخد الختام دي كده بعد ما توحد الله في دقيقتين 2. رجل اشتد به الفقر، مفيش. زوجته بتقول له هنعلم الاولاد منين وهنصرف منين وانت لا شغله ولا مشغله، هتروح فين؟ قام الراجل واخد بعضه وطالع على المسجد وقعد يصلي من الساعة 8 الصبح لحد ما خلص العشاء كل يوم. وهو راجع على البيت وفي صلاته بقول يا رب ليس لي باب إلا بابك ولا أحد يرزق إلا أنت. فهو راجع على البيت بيفكر، بيقول زوجتي دلوقتي لما اقول لها انا كنت في الشغل طول النهار وتقول لي فين المبلغ اللي اشتغلت بيه ولا الحساب، ابقى اقول لها ايه؟ وبالفعل سألته زوجته يا زوجي يا العزيز اين المال مقابل العمل؟ مال فين اللي انت اشتغلت بيه؟ قال لها صاحب الشغل قال لي كل اسبوع هحاسبك. طيب الراجل صلى يوم واثنين وثلاثة واربعة وجي نهاية الاسبوع
لازم يروح بحساب. الراجل واقف على عتبة الكريم ينادي على احكم الحاكمين، وما خاب عبد نادى وقال يا الله. ما يخيبش ابدا ولا يضيمه. الراجل قال اروح لما الزوجة تنام والاولاد عشان ما حدش يسألني. فلما وصل الى بيته وجد اضاءة لم يجدها من قبل، بيت منور بسم الله ما شاء الله. فدق الباب على زوجته. زوجته اول ما فتحت قالت له الراجل صاحب الشغل جه من شوية وساب لك المال وساب لك البضاعة بتاعتك وساب لك كثير من الفاكهة. فتعجب الرجل، جاب لي ازاي وراجل مين اللي جاب؟ فلما ده قالت له ايه انت مستغرب ليه؟ الاجرة شوية على العمل بتاعك. قال لا، اتدرين ماذا كنت اعمل واصنع؟ انت عارفه العمل بتاعي ايه؟ بانني كل يوم اذهب الى بيت من بيوت الله فاصلي لله واصلي على حضرة النبي محمد بن عبد الله. ده الشغل بتاعي. قالت له الحق نفسك وخدني معاك، فالتجارة مع الله تجارة مربحة. ان كان الله قد فتح لك هذه الابواب فالله نعم المولى، ولا بد ان تكون معه من المستقيمين.